زمان كنا بنرتاح قوي في بيوتنا، بالذات لو بنيجي نمشي في الطرقه بتاعه البيت بتاعنا زمان. اي حد فينا لو جه يراجع الطرقه بتاعه بيته هيلاقي نفسه مرتاح، مفيش حاجه خاطفه عينه، الفراغ ابسط ما يكون. تعال اما نشوف هنا ليه انا حسيت بده في الطرقه دي بالذات. اولا السقف ما فيهوش ولا جبسن بورد ولا في حاجه، هو كورنيشه قطاع بتاعها بسيط، دلايه سيمبل بسيطه ما فيهاش تفاصيل كتير، وحتى هي بترمز لحاجه اساسيه في عاداتنا وتقاليدنا، فشكلها حلو شكلها جميل سواء دي او دي. البانوهات الفيوتك مديه روح كلاسيكيه حلوه كده، هي طبعا الستايل نيو كلاسيك. توزيع الاناره خافت بسيط مريح للعين، فطبعا الارضيه فاتحه، يعني الالوان طبعا بريز، اللون هادي وجميل. فهي دي بالنسبه لي الطرقه المثاليه اللي انا ممكن اعملها في بيتي. ما فيهاش تفاصيل كتير، ما فيش نور كتير، هي طرقه. انا في الاخر مش هقعد اذاكر هنا، انا عايز امشي وانا عيني مرتاحه واقدر اتحكم في الاناره دي من هنا ومن هنا، حاجات كلها وظيفيه اكتر منها جماليه. بالاضافه طبعا ان الجزء الجمالي رائع حلو متوزع جميل، كورنيشه بنفس لون السقف، بانوهات متقسطه كويس. الحاجات دي كلها انا عينيا بتبقى مرتاحه لها، ان كل حاجه متقسطه وكل حاجه مظبوطه. فدي الطرقات اللي انا فعلا بيبقى نفسي اعملها واكررها، وبتكون مش مكلفه وحاجه بسيطه وشكلها شيك وحلو. يومكم جميل، وان شاء الله ان شاء الله يكون فيديو مرجعي لاي حد يكون عنده طرقه طويله ويكون عايزها تكون مريحه ليه نفسيا. ان شاء الله يكون فيديو مفيد ويومكم جميل.